والطاقة والبنية التحتية والفلاحة والمنتجات الصيدلانية والصناعات المختلفة، بما فيها الصناعات الغذائية والتحويلية. فالجزائر ستعمل على زيادة الاستثمار في الطاقة الخضراء وكل المجالات التي من شأنها الإسهام في الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيير المناخي. ولهذا الصدد أؤكد أن المجال مفتوح أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين يمكنهم الاعتماد على دعم الحكومة الجزائرية للمستثمر، وعليه فإنني أدعو الشركات العمومية والقطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف بيئة الأعمال في الجزائر والاستفادة من المحفزات التي تتيح لهم إنجاز مشاريعهم الاستثمارية مجدية في مختلف القطاعات ووفق مقارنة رابح. أشير فقط إلى القدرات الحالية للجزائر. كما تعلمون أو يعلمه الأخصائيون في الاقتصاد أن في قارتنا الإفريقية الجزائر تكون منفردة أو مع أقلية للبلدان الغير مستدانة، ليست لها مديونية خارجية، وحاليا تسجل نمو بنسبة 4.3%، يعني عكس ما يجري في البلدان الأخرى المجاورة في قارتنا. وهذه الوتيرة ستزداد سرعة انطلاقا من سنة 2023، يعني السنة الحالية، بوضع قانون استثمار جديد يعطي كل امتيازات للمستثمرين، ويعطي للمستثمرين كذلك حماية خاصة، بحيث لأول مرة منذ استقلالنا بعد إمضاء قانون الاستثمار جديد نشير مباشرة بعد إصدار القانون كل النصوص التطبيقية، وتقرر في الجزائر أن هذا القانون سوف لن يتغير لمدة 10 سنوات بالأقل، حتى نعطي الضمانات الكافية لكل المستثمرين، ومرحبا بهم مستثمرين أصدقاء من روسيا. لا أطيل عليكم لأن اقتصادنا ليس بحجم اقتصاد روسيا الفيدرالية، وأشكر لكم الدعوة لفخامة الرئيس بوتين، وأشكر لكم كذلك حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.